أيام وعندها أعود بسلام. بعد هذه الاستفزازات قررت الذهاب إلى تركيا، وفي هذه الفترة بلغتني معلومات بأن شنقريحة في اجتماع مع اللواء عورة واللواء بنبيشة أخبرهم بأنه يريد توريطي لمعرفتي بجميع أسراره مهما كلفه الأمر، ولو تطلب الأمر القضاء علي جسديا وتصفيتي جسديا. عندها أسرعت الإجراءات وذهبت إلى تركيا في منتصف مارس 2020. ومن جونفي إلى مارس قام شنقريحة باستدعاء العقيد بوقرة وكيل الجمهورية العسكري بالبوليدة في حوالي 6 استدعاءات، وهذا لتبييض ملفه، وأمره بإعادة سماع 31 عقيد من مديرية أمن الجيش والدرك الوطني لتغيير أقوالهم ليستفيدوا من انتفاء وجه الدعوة. وبالفعل تم إطلاق سراح الجميع حتى الإرهابيين فولاني وغريب صاحبي محطات البنزين المهربين السابقين أصحاب شنقريحة، وكل هذا لإعادة بعث عمليات تهريب كبيرة من جديد. والآن ننتقل إلى محور ثاني، وهو تقييم لأداء شنقريحة على رأس الجيش خلال السنتين الماضيتين 2021-2020، بحيث حول الجيش الوطني الشعبي من جيش وطني شعبي إلى جيش وطني شرقي، بحيث أنه يوجد 3 معايير عالمية لتقليد المناصب وتولي المسؤولية. أولا عن طريق الكفاءة، ثانيا عن طريق الانتماء، وثالثا عن طريق الانتفاع. أولا الطريقة بالكفاءة أخذ بها الغرب، تعتمد على العقلانية، السببية، العلم، العمل، الديمقراطية والتطور والتنافسية والتفاضل بالعلم والعدل. أخذ بها الغرب بحيث أنه هناك في أوروبا مثلا لو تجد وزير لا يستطيع أن يوظف ابنه إلا إذا كان كفء، لأن الجميع يخضعون إلى امتحان الكفاءة، وهي سبب تطور هذه الأمم. 2 الطريقة الانتمائية، تعتمد على منح المناصب لأبناء بلدة المسؤول وجهته وأقربائه. أخذ بهذه الطريقة العالم المتخلف، من نتائجها الاتكالية، المزاجية، الخمول، التخلف والاستبداد. ثالثا الطريقة الانتفاعية، بالطريقة الانتفاعية قد لا يجد المسؤول من لا يليق ببعض المناصب من جهته، فيلجأ إلى مناطق أخرى لجلب كفاءة لخدمة مصلحته لينتفع به إلى حين ظهور بديل ابن منطقة المسؤول. الطريقة الثانية والثالثة، الطريقة الانتفاعية والطريقة الانتمائية، أخذت بها الدول المتخلفة، وهي سبب الظلم والنعرات الجهوية وسبب انهيار الأمم وتفككها، وتنتج طبقية زائفة أساسها التفاضل المناطقي وليس التفاضل العلمي. ومن هذه المقدمة ندرس جميع التغييرات التي أجراها شنقريحة خلال السنتين الماضيتين، أسباب التغييرات والطريقة التي عمل بها. أولا أحل اللواء عكروم علي من مدينة بومرداس، أصله قبائلي، ووضع مكانه اللواء زياري حواس من الشرق الجزائري من مدينة سكيكدا في منصب رئيس دائرة الإمداد والتنظيم لأركان الجيش الوطني الشعبي. أحل اللواء لشخم عبد القادر من مدينة الأغواط، واستبدله باللواء بجغيت فريد من مدينة قسنطينة من الشرق الجزائري. أحال اللواء غريس عبد الحميد من مدينة شلف من الغرب الجزائري، واستخلفه باللواء بنبيشة من ولاية باثنا من الشرق الجزائري. أحال اللواء شواقي مدير الصناعة العسكرية من ولاية تيزي وزو إلى التقاعد، واستبدله باللواء قريت سليم من مدينة قالمة من الشرق الجزائري. أحال اللواء أبو معيزة قائد القوات الجوية وهو من ولاية تيزي وزو، واستبدله باللواء العرابة وهو من ولاية قسنطينة كقائد للقوات الجوية، بحيث أن اللواء أبو معيزة هو ضابط طيار مهندس، واللواء العرابة هو دفعة 1964 وكان عريف في الجيش مهندس طيار يستبدل بعريف في الجيش. كل هذه التغييرات جرت بالطريقة الانتمائية، بحيث أن الذين استفادوا من المناصب كلهم من الشرق الجزائري من أبناء جهة
شنقريحة. وبنفس الطريقة استبدل اللواء بنبيشة واللواء عورة صالح، بحيث تم تغيير اللواء عورة صالح من مدير للعلاقات الخارجية إلى مدير المستخدمين في مكان بنبيشة. وكذلك لما رقي شنقريحة إلى رئيس أركان استخلفه اللواء عثامنية وهو من سقهراس من منطقة الشرق الجزائري، واستخلف عثامنية اللواء حنبلي كقائد للناحية العسكرية الخامسة وهو من مدينة سقهراس من الشرق الجزائري، بحيث استخلف العميد بخوش كمدير للعلاقات الخارجية والتعاون وهو من الشرق الجزائري. استخلف اللواء عورة الذي عين كمدير للمستخدمين لوزارة الدفاع الوطني، حيث قام كذلك بتنصيب اللواء سالمي باشا كمدير للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال وهو ابن مدينة خنشلة في مكان اللواء قريد سليم. وقام بتنصيب العميد بوقرة كمدير للقضاء العسكري وهو من الشرق الجزائري من مدينة أم الباقي، خلافا للواء بوسيس عمار الذي هو من الوسط الجزائري. وتم تنصيب العميد بوقرة كرد للجميل على تصفيته وتلميع ملف شنقريحة. قام بتنصيب العميد قواسمية كقائد للدرك الوطني وهو ابن مدينة سقهراس في مكان اللواء عرعار الذي أحاله للتقاعد بسبب أن عرعار يعرف ملف التهريب لشنقريحة، وبحكم أنه كان قائد جهوي للدرك الوطني بالناحية العسكرية السادسة. وكتب تقرير في سبتمبر 2019 عن ملف التهريب فيما يخص اللواء صواب واللواء شنقريحة. أحال اللواء مفدي يوس وهو من منطقة القبائل على التقاعد. اللواء مفدي يوس كان مدير لمكتب التعليم العسكري بأركان الجيش الوطني الشعبي. قام بخصم 5 أيام لشفيق شنقريحة لأنه تغيب عن الالتحاق بمدرسة التكوين بفرنسا، وأراد أن يتقاضى 5 أيام بالعملة الصعبة. ولأن مفدي يوس طبق القانون ودفع أجرة شفيق شنقريحة بالدينار وبطريقة انتقامية قام بإحالته على التقاعد. قام بتنصيب اللواء سابع مبروك كمدير للإيصال والإعلام والتوجيه لأنه ابن مدينة أم الباقي، وقام بعزل اللواء ماضي لأنه من الوسط الجزائري. قام بعزل اللواء قايدي لأنه ابن مدينة غليزان كرئيس لدائرة الإمداد كرئيس لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، وتم استخلافه باللواء حسنات لأنه من مدينة بسة من الشرق الجزائري. قام بإحالة اللواء مقراني عبد الرحمن كمدير للإدارة والمصالح المشتركة بوزارة الدفاع الوطني لأنه ابن مدينة عين دفلة من الوسط الجزائري. قام بإحالة اللواء بوزوين كرئيس أركان للقوات الجوية، وتم استبداله بالعميد سالمي لأنه من الشرق الجزائري، ولأن العميد بوزوين من ولاية شلف من الوسط الجزائري. كل هذه التغييرات جرت بالطريقة الانتمائية، يجلب إلى المناصب أبناء منطقته وجهته، ويقوم بعزل الضباط من جهات الغرب والوسط ومنطقة القبائل والجنوب الجزائري. وبالطريقة الانتفاعية جلب معه ضباط عملوا معه في بشار، في حين جلب اللواء صديقي من بشار لأنه عمل معه في بشار في مكان اللواء تيبودلات كمدير مركزي للعتاد. ولأن اللواء تيبودلات من منطقة العاصمة تم الزج به في السجن. العميد بوسلجة أتى به من بشار كمدير للمعتمدية في مكان اللواء عيسى الباي خالد وهو من منطقة البليدة، بحيث أن اللواء عيسى الباي خالد قام بنزع صفقات الزيت والسكر لربراب، بحيث أن صفيحة الزيت كان يبيعها ربراب إلى الجيش ب730 دينار للصفيحة، وتم استبداله بالحضنة الذي بدأ يبيع الجيش ب520 دينار للصحيفة، وهو سبب الانتقام منه لأنه نزع الصفقات لربراب في الجيش. قام بإعادة العميد رابية كمفتش لمديرية أمن الجيش لإعادة بعث عمليات التهريب، على الرغم من أن العميد رابية لديه ملف فساد قام بتحضيره العميد العقيد أبو بكر فؤاد حين كان مدير مركزي لأمن الجيش بالنيابة. العميد علي والحاج
أحيل على التقاعد سنة 2018 بشبهة التهريب، وأعاده شنقريحة إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي ورقاه إلى رتبة عميد، وأعطاه مدرسة الضباط بزيرالدا، ثم رئيس أركان للدرك الوطني، ثم رقاه إلى قائد الدرك الوطني، وهذا لبحث عمليات التهريب بالطريقة الانتفاعية. في حين يتم وصم الذين أحيلوا على التقاعد أو إلى المحاكم العسكرية على أنهم جماعة القايد صالح، في حين أن شنقريحة يظهر كأنه أتانا من ألمانيا هو وبن بيشة وعورة، وكأنهم ليس من جماعة القايد صالح. في حين أن جماعة الشرق الجزائري لم تمسهم التغييرات من أمثال العميد كالي مدير المنازعات من ولاية قالمة، أو اللواء سعودي من ولاية أم البواقي، وغيرهم كثيرون، وهذا لأنهم من الشرق الجزائري. والدور ربما آتي في الأيام القادمة على اللواء دحماني لأنه من مدينة ندية، وأيضا لوجود علاقة مع تبون بحكم أنه كان مدير العلاقات الاجتماعية، وكان تبون وزير السكن، وكانت بينهما علاقة عمل. ولكن شنقريحة مصر على إحالته للتقاعد والزج به في السجن عند أول فرصة. وهناك بعض التغييرات التي أجراها تبون، مثل العميد راشدي وهو من ولاية شرشال، حيث كان مدير للمعهد مدير للمعهد الأمن بالأبيار، وكان يدرس عنده الأستاذ العقاب من حملة تبون، وهو أستاذ علاقات سياسية، وهو الذي قربه من تبون في فترة الانتخابات وفترة الحملة الانتخابية، وهو سبب لتعيينه كمدير للأمن الداخلي في مكان العميد بوعزة، وتم الانتقام من العميد بوعزة لأنه من الغرب الجزائري. كذلك تم تعيين اللواء بوزيت محمد كمدير للأمن الخارجي في مكان العقيد رملي ابن مدينة مستغانم، واللواء بوزيت هو ابن مدينة جيجل من الشرق الجزائري. وبعدها تم استخلاف اللواء بوزيت باللواء مقري محفوظ بتدخل مينا التوفيق، واللواء مقري محفوظ هو ابن مدينة بالعباس، مسقط رأس زوجة التوفيق الثانية، وهو من الموالين له. وبعد وفاة اللواء بجغيد تم استخلافه بالعميد تيتوش، وهو من منطقة العاصمة، بتدخل من العميد بندوخة محمد عند تبون، لأن العميد بندوخة له مصالح خاصة في دائرة الإشارة والحلبة الإلكترونية سيتم الكشف عنها مستقبلا. والعميد بندوخة هو اليوم مدير التنصت لثكنة ورمول وحيدرة التابعة لرئاسة الجمهورية. كل هذه التغييرات وتغييرات أخرى لم نذكرها أقل مستوى كانت بالطريقة إما الانتفاعية، وخاصة الطريقة الانتمائية، وهم أبناء الشرق الجزائري الذين يفضلهم شنقريحة على باقي جهات الوطن، في حين يقوم بالزج بالسجن وفبركة ملفات عن طريق مديرية أمن الجيش، والزج في السجن عن طريق مديرية القضاء العسكري كلما دعت الضرورة لضباط باقي جهات الوطن، ويتم تعويضهم بضباط من الشرق الجزائري باقتراح من اللواء عورة مدير المستخدمين أو اللواء بنبيشة الأمين العام لوزارة الدفاع، ويتم استخلافهم بضباط من الشرق وخاصة من باتنا، وخاصة إذا كانوا شاوية. اجتماع صقور الجهوية والإقصاء برئاسة شنقريحة وعورة وبنبيشة وعثمانية، حيث وضعوا مخطط خماسي من سنة 2020-2025 لشرقنة الجيش الوطني الشعبي، والعمل جار على قدم وساق لاكتساح جميع مناصب التي يتولونها باقي سكان الوطن تحت شعار شرقية شاوية باتنية، وتعليمات أسداها شنقريحة وأمر بتنفيذها، وهي أولا أحمارنا خير من عودهم، المهم متاعنا راس مالي تغنانت مع زول وطارت، حيث بهذه الشعارات أمام بنبيشة وعورة محمد صالح أمرهم بأن تكون الترقيات والتربصات في الخارج والداخل ولجان الامتحانات كلها لسكان الشرق خاصة من ولاية باتنا وإن كانوا شاوية. أما التهميش والعزل والعقوبات إلى الصحراء والتقاعد والتوريط لإطارات الغرب والقبائل والوسط الجزائري وتشويه سمعتهم إلا في الحالات الاستثنائية، والترويج لهذه التغييرات على أنها إصلاحات ولا أن المضحى بهم هم جماعة القايد صالح، والحقيقة هي أنهم ليس من الشرق الجزائري. وأمرهم بأن تصبح مقر وزارة الدفاع الوطني بالأبيار بطقارة إلى وزارة الدفاع الشرقية وليس وزارة الدفاع الوطني،
بحيث وبعد سنتين أصبح، وبعد أن كانت وزارة الدفاع الوطني يوجد فيها توازن من جميع الجهات يمثلون جميع جهات الوطن، أصبحت شرقية بحوالي 95%، وفي انتظار أن تصبح 100% في مخطط التحويل لسنة 2023، بحيث أن اليوم أصبحت أركان الجيش الوطني الشعبي فريق شنقريحة من ولاية باتنا، الدول اللي هو دائرة الإمداد والتنظيم زياري من ولاية سكيكدا، الدي او بي اللي هي دائرة الاستعمال والتحضير من ولاية تبسة اللي هو اللواء حسنات، الدي جي ام مديرية القضاء العسكري العميد بوغرا من أم بواقي، دي جي سي اللي هو المدير المنازعات اللي هو العميد كالي من ولاية قالمة، اللواء عورة كمدير المستخدمين من ولاية باتنا، الأمين العام بن بيشة من ولاية باتنا، مدير الإيصال والإعلام والتوجيه سابع مبروك من ولاية أم بواقي، مدير المنشآت اللواء سعودي من أم البواقي، العميد بخوش الدراك مدير العلاقات الخارجية والتعاون من الشرق الجزائري، مدير الصناعة العسكرية من ولاية قالمة اللواء قريد، كلهم من وباقي الأسماء وكلهم من الشرق الجزائري، بحيث أن شنقريحة يعامل باقي جهات الوطن أمام المجتمعين على أنهم خونة، وعلى أنهم لا يصلحون في قيادة الجيش، وينظر إليهم بنظرة استعلائية ونظرة طبقية، ويجسد هذا ميدانيا. زد على ذلك العدالة العسكرية، بحيث أن العدالة العسكرية كلها شرقية 100%، وهي عدالة انتقامية، بحيث أن مدير القضاء العسكري العميد بوغرا من ولاية أم بواقي وهو شاوي، العقيد بوريش وهو بي جي تاع بليدة، النائب العام للمحكمة العسكرية ببليدة، العقيد المقدم بخاري وهو بير وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية ببليدة، الرائد نسيب يحيى وهو النائب وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية ببليدة، الرائد خذايرية كريم وهو قاضي التحقيق عميد قضاء التحقيق بالمحكمة العسكرية ببليدة، زد على ذلك مدير السجن للبليدة اللي هو العقيد سعيدي وهو من ابن مدينة قالمة، زد على ذلك حتى نائب مدير سجن البليدة اللي هو الرائد لطيف ابن مدينة قالمة، حتى رئيس المحكمة الذي هو مدني الذي أتى به بخاري المقدم بخاري وهو دفعته أتى به في نوفمبر 2021، والآن أغلقت اللعبة بالمحاكمات السورية 100%، بحيث أن جماعة الغرب الجزائري والقبائل والصحراء توضع لهم ملفات مفبركة من الدسياسة، ويتم الزج بهم في السجن بالعدالة الشرقية الانتقامية، وتكيف لهم القضايا على أنها جنايات، في حين أن أصحاب الشرق الجزائري على أكثر تقدير وفي حالات استثنائية تكيف لهم تهم جنح بسيطة ويتم خروجهم من السجن لاحقا، بحيث أن السجن العسكري بالبليدة ممتلئ بباقي جهات الوطن ما عدا سكان الشرق. والدليل على ذلك مثلا قضية هناك 17 واحد الذين مرروا مخطط التحويل لسنة 2020 كلهم من باتنا تم الإخراج عنهم، في حين أني بقيت أنا في السجن، وسأعود إلى هذا الملف لاحقا لأشرحه بالتفصيل. كذلك أمر شنقريحة بنقل العدوى الجهوية إلى مؤسسات الدولة، بحيث تدخل عند تبون عن طريق لواء من المتقاعد مجاهد لتعيين صالح قوجيل من ولاية باتنا كرئيس لمجلس الأمة، وهذا في حال وجود طارئ عند تبون يتم استخلافه بصالح قوجيل، ومن ثم انتخاب رئيس يكون من الشرق الجزائري وخاصة من ولاية باتنا لغلق اللعبة الانتخابية القادمة وسيطرة شنقريحة على الحكم من بعيد. كذلك قام شنقريحة بالتدخل بتعيين لطفي بوجمعة وهو مدير الشؤون الجزائية والقضائية بوزارة العدل، وهو ابن منطقة عنابة وصديق ابنه شفيق وصديق العقيد بخاري وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية ببليدة، وكل هذا للتحكم في المدنيين عن طريق الزج بهم في السجون أو الإخراج عن جماعة الشرق. ومن ثمار هذه العدوى أن المتابعات حتى في المؤسسة المدنية تتم ضد بالقصير وولد قدور، مع أني لا أدافع عنهم ولكنهم من الغرب الجزائري، في حين يتغاضى القضاء عن
عن نائب المال العام بوشوا الوزير السابق للصناعة بوشوارب الذي اختلس أكثر من 140 مليون دولار، وهذا لأنه شاوي ابن منطقة أم البواقي من الشرق الجزائري. وكذلك تعامل القضاء بليونة مع خالد نزار وابنه رغم وجود ملف ثقيل أكثر من 3000 مليار في العدالة وتم تبرئتهما، والملف يتعلق بصفقات واحتكار الإنترنت في وزارة البريد. وكل هذه الترتيبات من شنقريحة لغلق اللعبة للسيطرة على الحكم في المرحلة القادمة، حيث استغل شنقريحة إرث المؤسسة العسكرية وحماية الفريق أحمد قايد صالح للحراك وتعهده بعدم سقوط ولا قطرة دم واحدة، واستغل رابطة جيش أمة لتمرير هذه السياسة العدوانية لتفريق المؤسسة العسكرية ونشر الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، والتفرقة والفوقية وثقافة الرقعة الجغرافية ورفض الآخر، والتطهير العرقي المؤسساتي والاضطهاد وضرب التوازنات، ونشر ثقافة التطويع والكراهية، والتلاعب بمؤسسة عريقة تمثل العمود الفقري للدولة، وضرب التنافسية في المؤسسة، واجتثاث الكفاءات من باقي ولايات الوطن، ونشر الاتكالية والمحاباة، وهي جريمة مسرحها الجيش الوطني الشعب، وهي نظرة سطحية لشنقريحة ستفرز عن نتائج وخيمة، بحيث أصبح ضباط الغرب الجزائري كفرائس لضباط الشرق لاصطيادهم ونيل مناصبهم. وهذه تنذر بتمزيق الوحدة لأقوى مؤسسة في البلاد، مع العلم أن الجهويين لا يمكنون إلا أنفسهم ومصالحهم، أما الشرق الجزائري فهو بريء منهم، ولكن الجهوية تبقى نافذة للاستعمار الأجنبي الذي يراقب الدولة الجزائرية، وهي سبب خراب جميع الأمم السابقة. ومن إحدى تعريفات الوطنية على أنها تساوي نسيج اجتماعي متلاحم زائد مؤسسات قوية، بحيث أن النسيج المجتمعي أثبت تلاحمه، وخاصة في الأحداث الأخيرة والهبة الشعبية التي أبانت عن وحدة وتلاحم الشعب، في حين أن المؤسسات القوية وخاصة الجيش يقوم شنقريحة بإفراغها من محتواها، بحيث أنه أصبح الشرق يأكل الغرب والقوي يأكل الضعيف، ولم تصبح المؤسسة لباقي جهات الوطن ذلك صمام الأمان والإسمنت المسلح للتكافل والتآزر ككتلة واحدة في الذود عن الوطن الواحد، وكل هذا بسياسة شنقريحة لتشريق المؤسسة. مفهوم الهوية وأنواعها. هناك نوعين من الهوية الأحادية، وهذا في مفهوم أرسطو تمثل ثقافة المسيطر تعتمد على الخطابات الفضفاضة وعدم الإصغاء للآخرين وقمع الأقليات، لا تقبل التنوع، تنشئ صراعات لتمزيق النسيج المجتمعي. وخير دليل مثل ما جرى في دولة العراق صدام حينما عزل باقي من هم ليسوا بسنة، والقذافي عندما عزل من هم ليسوا من قبيلته، والنتائج كما ترون كانت سبب في تفكك هذه الأمم وانتشار النعرات الطائفية. ثانيا الهوية المركبة، وهي جامعة للمبادئ العامة تسمح بالتنوع مع تحديد الجامع الوطني، تعترف بالجميع في ظل الاحتواء داخل الدولة الأمة، تنمي الانسجام، تعزز التماسك. وهناك دول رغم تعدد الإثنيات فيها والعرقيات إلا أنها تحافظ على الجامع الوطني، مثل ألمانيا وروسيا وأمريكا، عندهم المئات من العرقيات في أوطانهم، ولكن يعيشون بانسجام، ولا يوجد هناك صراع عرقي، بل التفاضل بينهم يكون على أساس العلم، بحيث أن صراع الهويات الذي ينشره شنقريحة يسمح بزرع الفتن والتعصب والتحيز والانتقام وعزل الهويات الأخرى، ويؤدي إلى الانتفاضة لاحقا، ولا يفيد أحد بل يستنزف المؤسسة العسكرية. أما الوحدة ونبذ الفرقة فهي وعي، والوعي هو الشعور بالمسؤولية، ويجب على تبون من إعادة انسجام الهويات للمؤسسة، لأن لها تاريخ مشترك ومصير مشترك. أما شنقريحة فأقواله عن الوطنية والممارسة كلها جهوية، ونضرب مثالا على ذلك في الوحدة، بحيث أن فرنسا لما احتلت الجزائر في سنة 1830 إلى 1962، بحيث الفترة من سنة 1830 إلى 1954 كانت فرنسا تتلاعب بالهويات والأقليات بسياسة فرق تسد ونشر الزعامات بمكر وخديعة، بحيث استطاعت أن
تفرق ما بين ثورة أحمد باي وثورة الأمير عبد القادر، وكانت حائلا في عدم اتحادهما، وكانت تقوم بعزل الثورات المتوالية طوال القرن الماضي. ولكن جيل نوفمبر لما كان مبدأه الانتصار أو الشهادة، وحارب ذلك الجيل كل أنواع التفرقة، بحيث أن العقيد أميروش قال لأحد جنوده: لا تسأله من أين هو، كلكم جزائريون، والقصة مشهورة. وبتلك الوحدة نالوا استقلال الجزائر، وكان الجيل الذهبي للجزائر، بحيث أن الحاكم المستبد الجهوي يحب من يمدحه ويذم خصومه ويبرر لسياسته العرجاء التي لا يقتنع بها حتى الأطفال. ويمثل شنقريحة الشخصية المرضية، يحب إحاطة نفسه بالضعفاء ليغطي على مستواه، يحب الظهور والتباهي، متملق لرئيسه، عاطفته الهوجاء لبني منطقته، والعداء والتطويع والتوريط والتشويه لمن هم ليس من جهته. شخصية مريضة غير صالحة للقيادة، متورط في مؤامرة كبيرة على الجزائر، بحيث تمثل الجهوية طعنة في خاصرة الأمة لتفكيكها، بحيث يعمل شنقريحة على شرقنة الجيش الوطني الشعبي وباقي مؤسسات الدولة كلما استطاع، وهذا بتدبير من خالد نزار، والترويج عبر الذراع الإعلامية بنزديرة على أن هذه التغييرات هي إصلاحات، وهي في الحقيقة ضرب لجهات الغرب والقبائل والجنوب الجزائري، في حين أن جهات الشرق لم تمسهم شيء، وهذا مقابل أغلفة مالية يمنحها لبنزديرة. والدليل أن بنزديرة لم ينتقد يوما لا نزار ولا شنقريحة، وكل هذا تحت تخطيط دولة أجنبية تريد تدمير الجزائر بأيادي جزائرية، واليد المنفذة هي شنقريحة. وبعد انتهاء عمليات الشرقنة يقوم مخبر الصراع الفكري للدولة الأجنبية بإنتاج أو الترويج بأن هناك جهوية مقيتة في الدولة الجزائرية، ومن ثم ينتفض باقي سكان المناطق المهمشة والمقصية، والمطالبة